نمرة 2 عشان اريح الناس كلها. ريحنا. الزمالك في الترانسفير ماركت اللي جايه او في الصيف مش هيتعاقد باي شكل من الاشكال مع اكتر من 3 أو 4 لعيبه بالكتير. تعالى يا اخويا الزملكاوي اللي كنت مستني صفقات بالهيله، تعالى بص، اصلا مش هيتحرق دم لوحدي، فمع بعضينا كده نشيل، انت حبه وانا حبه وكلنا مع بعض. تمام. انت كنت حضرتك مستني صفقات بالهيله بقى، والرد على صفعه زيزو، ومش عارف تجيب من الاهلي، وتتعاقد وتروح تكلم مين، ومحمد شريف والمخيف وابراهيم عادل، لا رمضان صبحي، لا نجيبه بلايلي، خلاص الزمالك مضى معاه، والشيبي جاي في الطريق، وانسو فاتي خلاص عقده انتهى مع نادي مش عارف مين الاوروبي، والزمالك بيتفاوض معاه، وميدو سافر له مخصوص. لا محمد بن رمضان، لا القندوسي، لا يا جدعان مش عايزين محمد شريف. تعال اصدمك ونشوف ميدو قال ايه دلوقتي مع بعض، هنسمع وهنشوف ميدو قال ايه دلوقتي. قبل ما ندخل، هو ميدو ده بيمثل ايه في نادي الزمالك؟ عضو من اعضاء لجنة التخطيط. في ايده ايه؟ في ايده ملفات التفاوض، سواء مع مدربين، سواء مع لاعبين، سواء مع اكتشاف مش عارف ايه، سكاوتنج معرفش ايه. هنشوف كل ده. قبل ما ندخل ادي لايك واشترك في ايه ده، لا مش لايك ده، ادي لايك واشترك في القناة واكتب كلمة لميدو. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. قول يا عم ميدو، سمعنا. اكيد حضراتكم تابعتوا السكريبت اللي متوزع ازاي نهد الزمالك خلاص الزمالك رجع للمنافسه. ثواني يا جماعه، في سكريبت متوزع ازاي نهد الزمالك، هو متوزع يعني متوزع على ميدو السكريبت برضه، فاهم؟ لان احنا هنعرف ازاي نهد الزمالك دلوقتي. الزمالك راجع للمنافسه عشان لعبنا شوط حلو، ويعني بالبركه مع بيسيرو. هنشوف، بس هنشوف اللي نقدر نعمله ان احنا نهد الزمالك. للاسف كل الكلام اللي متوزع على بعض الاعلاميين من امبارح وبيرددوه يعني بالامر للاسف. لا حول ولا قوه. كلام ملوش اي اساس من الصحه. احنا لا الموسيقى اللي انت مشغلها هتجيب لنا كوبي رايت ومش هنعرف ننزل، بس يلا الحمد لله اقفلوا القناه. هنفور فرق، ولا هنجيب 15 لعيب، ولا هنمشي المدرب بتاعنا. احنا عندنا ثواني بس، ثواني يا ميزو ثواني. سمعتوا يا جماعه؟ احنا لا هنفور فرق على اللي احنا عندنا فرق، ولا هنجيب 15 لعيب، ولا هنغير مدرب. وسكريبت متوزع على الاعلاميين ان هم عايزين يوقعوا نادي الزمالك. طب اللي انت بتقوله ده هيودي نادي الزمالك فين؟ اللي انت بتقوله ده هيودي نادي الزمالك فين؟ تعال نكمل طيب، عشان ايه ناخدها ايه باكج واحده كده مع بعضينا ونعلق على الكلام. اما الفوز بالدوري ولا هنمشي المدرب بتاعنا. احنا عندنا 6 ماتشات في الدوري، لو كسبناهم ممكن بنسبة كبيرة نبقى الأبطال. وعندنا هدفين من الدوري، اما الفوز بالدوري او التأهل لبطولة افريقيا ابطال الدوري. ومش هنعمل اي حاجة تخرجنا بره تركيزنا ان احنا نحقق الهدف ده. واحنا مؤمنين ان الاستقرار مهم جدا. ثواني، وبيقول لك احنا يعني يا هناخد المركز الثاني، يا اما لازم ناخد الدوري. تمام. كلام جميل، بس حضرتك هتاخد الدوري بمين؟ بالمدرب اللي انت بتلعب بيه دلوقتي؟ مش هنتكلم على لعيبه حاليا، المدرب اللي انت بتلعب بيه دلوقتي قسما يعني انا مش عايز احلف واقسم، مش هتاخد المركز الثالث بيه. حضرتك مش هتاخد المركز الثالث ببيسيرو. بيسيرو يا جماعه مش يعني الراجل ده في عالم اخر يا ناس.
يا ناس، بيسيرو في عالم اخر. بيسيرو مش هياخد بينا المركز الثالث حتى. عشان نقدر ان احنا نحقق اهدافنا. لا كلام عن رحيل بيسيرو، وعندنا ثقة كبيرة جدا في بيسيرو. طبعا عشان انت اللي جايبه فلازم تحط الثقة فيه. ما هو بص، عشان تثبت الايجو بتاعك يعني ابن وسخة بطريقة يعني انا مش عايز اغلط. ان انا عشان جايب واحد لا لازم اطلع ميتين النادي وجماهيره والناس كلها عشان اثبت وجهة النظر بتاعتي او البوينت اوف فيو بتاعي ان انا صح، ان انا بيرفكت، ان انا عالمي. انه ان شاء الله باذن الله هيقدر ان هو يقود الفريق خلال المرحله المتبقيه من الموسم لتحقيق اهدافنا. نمره 2، عشان اريح الناس كلها. ريحنا. الزمالك في الترانسفير ماركت اللي جايه او في الصيف مش هيتعاقد باي شكل من الاشكال مع اكتر من 3 أو 4 لعيبه بالكتير. تعالى يا عبدل، تعالى كده ميزو، تعالى. الزمالك في الترانسفير ماركت ان سمر فيكيشن، في الصيف الميركاتو بتاع الزمالك مش هيتعاقد غير مع 3-4 لعيبه بالكتير. هو يا جماعه ما حدش قال لي ميدو 3 صفقات ايه؟ يعني احنا بنشتري اكياس شيبسي؟ ده احنا عايزين 3 صفقات قبل النوم و3 صفقات بعد النوم لمده شهر. انت حضرتك خط نص ما بيعرفش يباصي كوره ولا ينقل كوره. مش شايف؟ خط دفاع مخرمه، عارف المصفى؟ مخرمه لولا بس ستر ربنا وحسام عبد المجيد. خط هجوم جاله عمى عن المرمى فين؟ هو ما فيش اصلا خط هجوم. انت ناسي ان احنا ما عندناش وينجات؟ انا بص هيبتدي يعلى، السخونيه هتبتدي تزيد، وهبص هتلاقي الشوط هنا بيطلع. انت ناسي ان احنا ما عندناش وينجات بعد ما زيزي مشت، وعندنا مصطفى شلبي بنعاني معاه بقالنا 3 سنين او 4 سنين، داخلين في السنه الرابعه اهو. انت حضرتك ناسي؟ انت في غيبوبه يا جماعه؟ حد يصحيه، حد يكبر في ودانه يا جماعه. انت ناسي ان انت ما عندكش دكه؟ الدكه احنا بنتفرج عليها وتتفرج علينا، يعني في الشاشه كده هتلاقيهم قاعدين عاملين كده. لا حول ولا قوه الا بالله. هو الماتش هيخلص الساعه كام؟ عايز اروح العب بلاي ستيشن. زينا بالظبط، زينا زيهم بالظبط. مفيش يا ابني، يا ابني مفيش. يا جماعه ملخص اللي قاله مفيش تغيير لبيسيرو. لا عشان ندي له حقه، قال لك في سكريبت متوزع على الاعلام كله ان هو يهد في نادي الزمالك، على اساس ان هو اللي هو بيقوله ده مش هيهد في اي حاجه. بيقول لك مفيش تفوير للفرق على اساس ان احنا عندنا فرق ياما، يعني عندنا 3 فرق، 2 على الدكه وفرقه في الناشئين وفرقه في الملعب بتلعب اساسي. الزمالك في الميركاتو الصيفي او فتره الانتقالات الصيفيه مش هيجيب غير 3-4 لعيبه بالكتير قوي، يعني ده بالكتير حتى مش اقل، لا بالكتير. طب بص، عشان انا ايه يعني ما هقع واحده واحده كده. احنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين حارس مرمى، صح ولا غلط؟ محمد صبحي تمام، عواد تمام، حد بقى يخوفهم بقى تالت، فاهم؟ يعني اي الفرق الكبيره بيبقى فيه حتى حارس صغير تحت السن، خلاص ارمي حارس المرمى في الزباله. مش عايزين نوفر حارس المرمى، نجيب لكابتن حسين لبيب علبه كليوباترا، خلاص وفر يا عم، يجيب له عروسه كده على مدار السنه يفضل خلاص. آه خط الدفاع الونش، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، الزناري واحمد حسام. عايزين واحد كمان. ايه انت عايز تعمل؟ لا عايزين واحد كمان، عايزين واحد كمان. بلاش خط الدفاع، المسلوسي هيرجع من الاصابه ومش عارف. بلاش خط الدفاع، نوفر نجيب علب يعني عروسه اي ذهباب لاي عضو من اعضاء المجلس. باك يمين، لا دي شمال. باك يمين
حضرتك عندك باكات يمين؟ ما عندناش باك يمين خالص. في احمد محمود طلع يقول لك if you don't belong don't belong. انا ما ينفعش ابقى في المكان الغلط. عيل بشخه اخد بالك، طلع يتامر علينا. ما عندكش غير عمر جابر واصابه، بتلعب مكانه محمد شحاته بيطلع تربنتين ابونا طول الماتش. يا جماعه محمد شحاته ما ينفعش يلعب باك يمين. يا جماعه محمد شحاته ده احنا بنقولها من ايام جوميز، من ايام جوميز ما عندناش باك يمين. واحد باك يمين نص ملعب. حضرتك عندك نص ملعب، عندنا واحد بس في نص الملعب عنده 40 سنه، وممكن يقول لك مع السلامه، ده بيبيع ابوه ده عشان بص لا تقول لي زيزو ولا لا، يقول لك يا عم مع السلامه، انا ايه اللي عليا؟ انا بيطلع ميتين امي كل ماتش، انا كل ماتش بتفشخ، انا ايه اللي عليا؟ دونجا في غيبوبه، يعني ان شاء الله كده يعني يخلع في اي حته. اللي بيقول لك مش هنفور حد، دونجا في غيبوبه. جهاد معرفش انا، جهاد اصابات من اول ما جه، وعنده شكله اصابه يعني حالته بالبلا. ناصر ماهر مش شايف قدام. لا تعال نتكلم في الديفندرات. عندكش غير دونجا. هل عندك حد تاني؟ محتاج 2 ديفندرات في نص الملعب، كده 3 باك يمين و2 ديفندرز، 8 و10. ناصر ماهر شكله مش هيكمل ياما، ناصر ماهر شكله او هيكمل. عايزين واحد معاه، عايزين واحد كمان معاه صانع العاب، القندوسي حد شبه مش عارف، واحد على الاقل، واحد كده 4. واحد 8 يلعب 8، يلعب اللي هو يعني بوكس تو بوكس زي محمد شحاته، لان محمد شحاته مش هيفضل يديك على، يعني بسم الله ما شاء الله مش هيفضل يديك على طول، فمحتاج تريحه في بعض الماتشات فتلاعب حد مكانه، لان انت مكانه ما عندكش غير سيف جعفر اللهم صل على النبي، يعني لسه في تانية حضانه، لا بيعرف يباصي ولا بيعرف يشوط ولا بيعرف يطلع قدام ولا بيعرف يجري ولا اي نصيبه. يبقى كده 5. انا بكلمك اقل حاجه الونجات. تعالى على الوينجات. الجفالي اصابه وشكله هيطلع اعاره، لان في ناس طلعت من مجلس الاداره قالت والله هو شكله هيطلع اعاره عبال ما ياخد على المش عارف ايه ولا تمام. طبعا عاطف نسى الكوره خالص، يعني عبال ما يرجع للكوره قدامه سنتين، فيطلع هو كمان اعاره عادي. فانت عايز 2 وينجين، انت عايز وينجين، يبقى كده 7. وينج بيلعب ووينج احتياطي، اعيد له واحد سوبر وواحد سب سوبر، يعني اقل حاجه برضو ايه تنزل تنفذ حاجه معينه. وينج شمال هو مصطفى شلبي مش هيسيب النادي خلاص، فاحنا نجيب له 1 أو 2 تاني معاه، واحد سوبر وواحد سب سوبر، يعني واحد توب وواحد كانتالوب، فاهم قصدي يعني ايه؟ واحد كويس قوي، واحد دي شويه كده، والاتنين هيجي لهم اصابه، وكده كده هيلعب مكانهم مصطفى شلبي. يبقى كده 9. الهجوم اللهم صل على النبي. الهجوم سيف الدين الجزيري وناصر منسي الاسطوره على دماغنا، بس دول يعني سيف الدين الجزيري خلاص مع السلامه، جزيري يروح يرفع علينا قضايا العالم كلها في الفيفا عادي، ده كده مكسب لينا، يعني انت اما ترفع والله مكسب لينا. اتكل على الله. وناصر منسي معانا الاسطوره على الدكه، ينزل ايه كده يهيج على اي حد لابس احمر، فاهم؟ و2 سفاحين، 2 دبابات، واحد من افريقيا واحد من اي حته تانية، مش هتفرق. عايزين 2 رؤوس حربة زي ما بيقول الكتاب، يبقى كده 11 لعيب. حضرتك عايز فرقه، حضرتك عايز فرقه وما جبتش لحد دفاع ولا جبت حد في حارس المرمى، يعني المفروض 13 لعيب. بكلمك اقل حاجه، بكلمك اقل حاجه لو هتخش دوري الابطال بعد كده ان شاء الله الموسم القادم هندخل دوري الابطال، لكن هدفنا كبير، هدفنا جميل، هدفنا ان احنا يا المركز عشان ندخل دوري. طب يا حستك السودا يا ام منار لو دخلتي دوري الابطال من غير لعيبه. بص يعني انا كنت بادئ الفيديو بشكل ودلوقتي شكل تاني من الكلام اللي حصل. فحضرتك هنفضل نسمع الكلام ده، ويوم والتاني يقول لك لا هي فين الشيكات، صح يا ميزو؟ ميزو
فين الشيكات يا ميزو؟ الشيكات مش هتكفي غير 4 لعيبه. ليه؟ هتجيب ميسي ورونالدو و... ومين تاني؟ وادي بايور هترجعه من الاعتزال. ومين تاني؟ هتجيب ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني هترجعهم 4 لعيبه. هتجيب مين؟ صلاح مثلا؟ فان دايك؟ ما انت هي دي الناس اللي تشيل لك الفريق بالمعنى الحرفي للكلمه. بص يا عم، انا مش هقول لك بقى لايك ولا مش لايك، عايز تعمل يا صاحبي براحتك. بس الطلب يعني لو حضرتك محروق دمك زي يعني، اكتب رايك في تعليق. اكتب رايك في تعليق يا جماعه. انا عمال انده على موتى. يا جماعه اكتبوا رايكم في تعليق عشان نوصل لناس اكتر. طب يعني انا لو بطبل او شوفير او الناس دي، طب ما تعمليش حاجه. لكن انتوا بتروحوا للناس دي بتعملوا لهم يا جماعه اي حد بيتكلم على نادي الزمالك من غير اي مصلحه ادعموه يا جدعان. ده لو في اصلا حد بيتفرج لحد دلوقتي. بس كده، كان معاكم كريم من قناه زمالك كوليجي. هنطلع نتكلم سواء اي حد اذا كان منتمي لنادي الزمالك، بيمثل مجلس اداره، بيمثل مش عارف مين، بيمثل النادي المنافس، اي حد بيجي على حقوق الزمالك هنطلع نتكلم ونصلخه. ليه؟ لان ده نادينا وحقنا ان احنا ندافع عن نادينا، ان احنا اللي احنا بنشجعه. كفايه بقى كده بقى. كفايه بقى كده بقى. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام. قال لك 3 صفقات بنشتري علب تونه احنا. اخرب بيت ام الدماغ اللي انت